النهارده بكل بساطة هاقول لِك إزاي تحافظي على لمعان السيراميك بتاعِك، وإزاي تحافظي على التعطير الدائم دايمًا لجوّه شقتِك. بإذن الله كده في الفيديو الجميل السهل البسيط ده هاقول لِك على الخطوات البسيطة اللي هتعمليها هتخلّي شقتِك بصفة مستمرة أو المكان اللي أنتِ موجودة فيه بصفة مستمرة ريحته جميلة، وكل اللي هيدخل عندِك هيقول لِك الريحة الجميلة دي مستمرة عندِك إزاي. تعالي بقى نسمّي الله ونصلّي على رسولنا الكريم ونبدأ الفيديو الجميل ده. وبجد باشكر اخواتي وحبايبي ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل اللي باشوفه في الكومنتات، ربنا يحفظكم ليا يا رب. طبعًا أنا بالمساحة زي ما حضراتكم شايفين كده، حبيت إن أنا أعمل لكم الفيديو ده النهارده، بامسح السيراميك، باحافظ على اللمعة دايمًا عندي إزاي، هاقول لِك جوّه الفيديو. أول حاجة كده في خلطات باعملها دايمًا باحافظ عليها دايمًا عشان تمسحي السيراميك أو تمسحي البلاط بتاعِك. دايمًا في ناس يعني في بعض الناس بتشتكي بتقول لِك إن إيه، بتطلع ريحة كده مش حلوة لمّا بنيجي نمسح البلاط. هاقول لِك ده السبب فيه بيكون بسبب إن أنتِ لمّا بتمسحي بمَيّة بتكون باردة، أنا عايزة المَيّة اللي أنتِ بتمسحي بيها دايمًا بتكون مَيّة سخنة. تعالي الأول كده ناخد أول خطوة كده وهاحكي لِك كل ده في الفيديو. أول حاجة كده باخد الستاير بانزّل الأتربة اللي عليها والحيطان بتاعتي ده قبل ما أمسح يعني قبل ما آجي ناحية مسح البلاط والسيراميك، بانزّل الأتربة اللي موجودة على الستاير كلها أو على الحيطان أو على أي أسطح موجودة، سواء بقى خشب أو أي حاجة. ودي خطوة مهمة جدًا يا بنات لازم بنعملها حتى كل أسبوعين والّا حاجة قبل ما أمسح البلاط، تمام؟ تعالي بقى بنجيب الخلطة اللي إحنا بنعملها للبلاط أو للسيراميك. أنا عايزة أقول لِك الخلطة دي مهمة جدًا، دي عمرها ما هتطلّع معاكِ ريحة مش كويسة تمامًا، لمّا بتيجي تمسحي وبتخلّصي بتلاقي ريحة كده زي زفارة، لأ مش هتلاقي الريحة دي. معايا كده شوية مَيّة، لتر مَيّة كده تقريبًا اللي هتمسحي بيه. المَيّة دي لازم تكون سخنة أو إيدِك تستحملها، تمام، ودي مهمة جدًا في الخطوات اللي باعملها. معايا ربع كوباية من الكلوروكس الألوان، وغطايين كده أو غطا من أي مُعطِّر موجود عندِك، أي نوع مُعطِّر موجود عندِك حُطّي كده يعني غطايين كده من الإزازة بتاعتِك، أو مثلًا قولي معلقتين كبار على قد ما أنتِ حابة العطر بتاعِك يكون قوي في الشقة زوّدي، تمام. خُدي بقى الفوطة اللي أنتِ بتمسحي بيها أو المساحة أو أيًا كان بتمسحي بيها، اللي أنتِ بتمسحي بيها إذا كانت بقى فوطة أو أي حاجة أنتِ بتمسحي بيها. أنا هنا بامسح بالموب ديّة بتاعة السيراميك، وعايزة أقول لِك ما شاء الله اللهم بارك. طبعًا أنا هنا بدأت مسكت الحيطان الأول، نزّلت من عليها الأتربة، لإن دي خطوة أنا باحب أعملها جدًا عندي على طول. من الحاجات المهمة بنات اللي بتحسي كده إن بتروّق معاكِ الشقة وبتخلّي دايمًا الحيطان بتاعتِك منوّرة. ما ينفعش أبدًا إطلاقًا إن أنتِ تنسي الحيطان في المسح، أو إن أنتِ تنطري من عليها الأتربة اللي بتكون أحيانًا موجودة، لإن طبعًا مع تفتيح البلكونات في الصيف والشبابيك بتحسي إن في أتربة بتدخل من برّه، بتفضل تراكسة على الحيطان، فدي بتعمل حالة بقى من الغيامة كده، بتحسي كده إن حتى لو أنتِ عاطية إضاءة عالية للشقة بتطفي نور الشقة شوية، يعني بتقلله كده، اللي هو بتحسي إن الشقة مش منوّرة معاكِ، تمام. فبانزّل كل الأتربة من على الحيطان زي ما حضرتِك شايفة كده. عندي بقى الزعافة اللي حضرتِك شايفاها ديّة أنا باشيل بيها الأتربة الخفيفة على الحيطان، وفي نفس الوقت لمّا بتكون الحيطان من غير بُقع ومن غير اتساخات، بابدأ كده أجيبها وأنطُر من عليها الأتربة. ودي خطوة مهمة قبل ما آجي أمسح. بعد ما عملت الخلطة بقى بانزّل بيها بقى ونضّفته وكنسته وكل حاجة. وأهم حاجة تعمليها قبل ما تمسحي البلاط أو السيراميك بتاعِك، لازم تكوني كنساه كويس جدًا، لإن طبعًا من الحاجات المهمة اللي ممكن تعمل معاكِ زفارة، إنِّك ممكن تبدئي في المسح وفي تراب عندِك على الأرض، ما ينفعش أبدًا تعملي الخطوة دي. فلازم تكوني كنساها الأول. بعد كده ارمي الخلطة اللي باقول لِك عليها دي بما فيها كلوروكس الألوان والمُعطِّر الاتنين مع بعض، والمَيّة تكون سخنة، أو مثلًا مش سخنة أوي يعني السخنة اللي هي تلسعِك، لأ، المَيّة اللي هي تكون سخنة تستحمليها. وعايزة أقول لِك بقى ارميها كده على البلاط بتاعِك أو على السيراميك، ما شاء الله اللهم بارك يا بنات على التعطير. وكمان كلوروكس الألوان بيلمّع السيراميك بطريقة جميلة جدًا، اللهم بارك. الكلوروكس ما ينفعش أبدًا ما يكونش موجود عندِك، وطبعًا عملته لكم قبل كده في فيديو سابق، وما شاء الله نتيجته حلوة جدًا، أنا ما باستغناش عنه. سواء بقى أنا عندي نوعين باعملهم، أنا عملت لكم نوع منهم قبل كده، وإن شاء الله هانزل لكم بالنوع التاني بأمر الله الجديد إن شاء الله هانزل لكم بيه برضه في فيديو تاني. طبعًا أنا عايزة أقول لِك هنا أنا بعد ما دعكت طبعًا السيراميك كده بالموب الأول، بدأت كده أشيل الأول الرغوة ديّة، الرغوة دي بتاعة كلوروكس الألوان باشيلها تمامًا بالمساحة زي ما حضرتِك شايفة كده. وبعد كده باشطف الفوطة بتاعتي وهاوريكِ دلوقتي، وبارجع تاني أدّيها مسحة حلوة جدًا. وزي ما قُلت لحضرتِك بلاش أهو بُصّي أنا هنا باقول لِك إن أنا يعني إيه شطفتها كويس جدًا، وبعد كده بابدأ أمسح بيها تاني عشان طبعًا أشيل بقية الخلطة من على الأرض، أو مثلًا ما يبقاش عندي السيراميك مطفي نتيجة مثلًا كلوروكس الألوان لو في بقايا أو في أي حاجة. تعالي بقى يا قمر هاقول لِك تعملي إيه
طبعا انا قلت لك لازم تكوني ماسحه البلاط قبل ما تخلصي، تكوني منزله الاتربه اللي على الحيطان وعلى الاسطح عندك في الشقه، وبعد كده تبداي تمسحي البلاط بتاعك. دي من الخطوات المهمه. اكتر حاجه ما تعملش معاكي ريحه الزفاره بعد ما تخلصي مسح هي ان الميه اللي بتستعمليها تكون سخنه او دافيه، يعني دافيه شويه حلوين كمان. تمام. وانزلي فيها بكلوروكس الالوان او الكلور كمان. انا عايزه اقول لك الكلور اللي هو ماء الجافل حلو جدا، ولكن انا بحب كلوروكس الالوان لانه بيدي حاجتين اتنين، بيدي تلميع اقوى، وطبعا الريحه بتاعته بتبقى حلوه برده، وفي نفس الوقت بينظف. لو هستعمل ماء الجافل برضو جميل جدا، ولكن انا بحبش ريحته في التسييق او في المسح، لانه طبعا بتبقى ريحته قويه شويه على النفس. تعالي بقى لو عندك عايزه تعطري الشقه بتاعتك وحابه ان يكون ليها ريحه جميله كده، اي معطر موجود عندك كده، وهتيجي على اي كوشن موجود عندك على الصالون او على الانتريه، وابداي رشي كده بختين كل اسبوع مره واحده مثلا، او كل اسبوعين على حسب ما تحسي ان الريحه بتاعتك بدات تروح تاني. تمام. اي برفان انت بتحبيه او اي معطر بتحبيه عندك، رشي كده على الكوشن بتاع الانتريه. ما شاء الله انا عايزه اقول لك الخطوات دي انا بعملها من زمان قوي، وما شاء الله يعني ريحه الشقه عندي بتبقى بصفه مستمره متعطره وليها ريحه حلوه جدا. وخصوصا لما يكون داخل عليكي ضيوف كمان بتحسي ان الريحه بتبقى قويه جدا. هتقولي لي طب انا الانتريه بتاعي لونه فاتح او الصالون بتاعي لونه فاتح، هاتي كده منديل ابيض زي ما انا عملت كده وبختين عليه، وحطي المنديل ده كده ورا الكوشن بتاعك او في اي حته متداريه كده، وعايزه اقول لك برده هيديكي نفس النتيجه. واللي قاعد دايما هيحس ان في ريحه جميله جدا طالعه، فما شاء الله هتدي احساس للي قاعد ان هو القعده بتاعته قاعده ريحتها حلوه. يعني الريحه بتاعت المكان حلوه طبعا ولطيفه، ودي من الحاجات الجميله جدا اللي احنا دايما بنكون حريصين عليها، ان اللي يدخل عندنا يبقى حابب المكان عندنا. تمام. طبعا عندك الستاير برضو في ظهر الستاره كده، ادي بختين من اي معطر عندك، حتى يكون البرفم اللي انت بتستعمليه ان شاء الله يكون اسهل، يعني لو البرفم اللي انت بتحبيه، وخصوصا بقى المسك يا بنات، البرفان بتاع المسك كمان حلو جدا ما شاء الله، يعني من الحاجات الحلوه قوي، او العود. اي برفان عندك بيدي ريحه حلوه قوي للشقه وما شاء الله يعني. التعطير بتاعها بيكون قوي والفتره طويله جدا. انا هنا باجي ورا ظهر الستاره وبدي بختين كده بتديني ريحه مستمره بصفه برضو من الحاجات المهمه لو عندك زرع صناعي، اي زرع صناعي برضو اديله بختين كده ما شاء الله، برضو الريحه هتستقر عليه وهتديكي ريحه حلوه جدا في الشقه بتاعتك او في المكان بتاعك. واللهم بارك، هتدعي لي باذن الله بعد الخطوات دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.